انسى اي حاجه شفتها قبل كده. الموسم ده هو الانفجار الحقيقي. بوابه الجحيم بتتفتح وملوك الشياطين بيسحقوا بعض على عرش في معركه هتمحي العالم. بس وسط الكارثه دي الصدمه الاكبر بتيجي من القريب. خيانه مرعبه بتهز الموازين، واخين دمهم واحد بيقفوا في وش بعض في مواجهه حياه او موت هتحبس انفاسك. اسرار مدفونه من 2000 سنه بتتكشف لاول مره، وسؤال واحد هيغير كل حاجه: مين اللي هيبيع دمه علشان يحكم عالم الجحيم؟ انا كينج الانمي هعيشكم جوه المسبحه دي حرفيا، ويلا بينا. ارقام قاعده قدام البطل المتجمد في مكانه دانتي، بتبص له بعيون مليانه حزن وبتقول له ان في حاجات كتير قوي اتغيرت. تتمنى من جواها لو تقدر تشرح له كل اللي حصل من حواليه، بس الوقت خلص وهي مضطره تنهي الحرب دي باي تمن. بره التجمد ده الدنيا بتولع، الجنود بتنزل ارض المعركه وسط دمار وخراب ملوش اخر. شياطين بتنهش في البشر وبشر بيقطعوا في الشياطين، وفي وسط المفرمه دي وحوش عملاقه بتضرب طاقه بتسفلت الارض باللي عليها. ارقام شايله فوق كتفها مهمه مصيريه: التسلل لقلعه موندوس نفسه علشان تسرق سلاح هائل ممكن يقلب موازين الحرب دي. وفي نفس اللحظه بره الجنود في وش وحش عملاق وخطتهم الوحيده يضربوه بصاروخ في بطنه. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش في الحسبان. شيطان مرعب بيظهر من العدم وبينزل ضرب بعنف اعمى في الجنود. وعلى الناحيه التانيه ارقام بتتسحب زي الشبح مستخدمه جهاز تتبع للطاقه الشيطانيه وبدله تخفي، لكن طاقتها محدوده جدا. الساحه بره بتقلب بمجزره، اغلب الجنود بيموتوا. وهنا مجنده بتبص لزميلها لاخر مره وبدون تفكير بتسحب فتيل قنبله وتضحي بنفسها وسط الشياطين علشان تنقذه. جوه القلعه ارقام بتشوف مشهد يوقف الدم في العروق. شياطين ابرياء واطفال بيتعرضوا لتعذيب وحشي، كلام قادتها بيتردد في ودانها: ركزي على المهمه وبس. لكن الدم بيغلي في عروقها بتقرر تكسر الاوامر وتتدخل. وهنا كل حاجه بتوصل للغليان. بره القائد بيخسر دراعه في القتال وبيصرخ باخر نفس للجندي الاخير يضرب البازوكا اول ما طاقه الوحش تتجمع. جوه القلعه ارقام بتنقض على الجلاد بضربه قاضيه، وفي نفس الثانيه بره الجندي بيضغط على الزناد. انفجار بيزلزل المكان والشياطين الاخطر بيموتوا وشعاع الامل بينور. ارقام بتفك قيود السجناء وبتعرفهم بنفسها بكل ثبات وتقول لهم: انا اسمي ليدي، وبتامرهم ينقذوا باقي الاسرى ويهربوا بره جحيم الحرب دي فورا. في معسكر الشياطين القائد بيغلي من الغضب بسبب انهم بيخسروا المعركه، وهنا بيظهر مهرج شيطاني بيسخر منه وبيروح يبلغ موندوس بتفوق البشر. لكن موندوس بيتجنن وبيقتل القائد في لحظتها وبيقرر ينزل بنفسه يمسح الساحه. بس المفاجاه ان ده كانت تعمل للبشر رموه اصلا عن طريق جاسوس شيطاني. ليدي بتقرب من غرفه العرش وبتخلص على الحرس في صمت. وفي اللحظه دي بره موندوس بينزل الساحه زي الكارثه وبيجمع طاقه مرعبه، والمهرج واقف بعيد بيراقب ليدي وهي بتقرب من السلاح اللي موندوس نفسه بيترعب منه. وفجاه موندوس بيطلق هجوم كارثي، طاقه بتمسح ساحه المعركه من الوجود تقريبا وبتبيد اغلب اللي واقفين عليها في ثانيه واحده. وبعيد جدا عن القلعه شياطين محاصرين واحده من البشر، لكن نيلو انجلو اللي هو فيرجل بيظهر وبيقطعهم حتت بمنتهى السهوله. الست بتكشف لفيرجل رساله من منظمه يوروبروس: دانتي عايش، والمنظمه بتحتفل بسرقه كاس الاركان من موندوس وبتتحداه يرجع لعالم البشر. وقبل ما ينطق بتحرق نفسها للرماد. الانقسامات بتاكل البشر، بس امريكا حاطه كل املها في منظمه داركم بقياده اوريوس. وهنا الصدمه الكبيره: بنكتشف ان اوريوس هو العقل المدبر لسرقه الكاس، وان الحرب دي كلها كانت مجرد الهاء علشان يعمي موندوس. ليدي بتقدم استقالتها وتسلم الكاس، بس اوريوس بيفجر المفاجاه. الكاس دي هي القطعه الاخيره لسلاح يقدر يمحي موندوس من الوجود نهائيا. بيعرض عليها ترقيه وحريه كامله في اداره الحرب. ليدي بتوافق فورا وبتعلن ان ارقام ماتت وهي دلوقتي اسمها ليدي. اوريوس بيجمع القطع الاثريه الاربعه وبيأكد ان الخطه ناقصها حاجه واحده بس: استدراج فيرجل لعالم البشر. وبيجهزوا ذخيره خاصه متصنعه من دم دانتي قادره تشيل اقوى الشياطين، وعيون جاسوسهم ما بتفارقش فيرجل. في عالم الشياطين فيرجل بيعمل طقوس غريبه وذكريات من الماضي بتهاجمه، وفجاه بيظهر له المهرج الشيطاني وبيستفزه وبيزرع الشك جواه عن الخيانه وعن منظمه يوروبروس. فيرجل بيروح لموندوس يساله في وشه عن السرقه. موندوس بيأكد له الكارثه وبيقول له ان البشر معاهم معلومات مستحيل يعرفوها من غير خونه. بيكلفوا يصطادهم وبيحذروا للمره الاخيره انه يضعف قدام اخوه دانتي. لكن المفاجاه لسه جايه: فيرجل بيفتح بوابه لعالم البشر وبيخطو جواها، بس منظمه داركم كانت مستنياه. اول ما بيلمس الارض هجوم بيعمل عين، صواعق بتنزل عليه، خطاطيف مكهربه، طيارات بتضرب، والذخيره الخاصه بتخترق جسمه. فيرجل بيتشل مؤقتا بس عينه بتلمح رمز يوروبروس. الغضب بيعميه وبيتحرر بقوه مرعبه، بيقتل القناص وبيسقط الطيارات من السماء وبيحصد ارواح الجنود
جنود بهيمنة كأنهم هوا. ورغم الدم ده كله بيسيب كام واحد عايشين علشان يسألهم عن معنى الرمز. ومن بعيد اوريوس واقف بيراقب وهو في قمة السعادة لأن فيرجيل بلع الطعم ومش على الخط المرسوم. لكن ليدي كانت قاعدة لوحدها، شريط ذكرياتها مع دانتي بيمر قدام عينيها وبتكون متأثرة جدا. وبيكون في مظاهرات ضخمة بتهز الأرض قدام البيت الأبيض، الناس بتطالب بوقف الحرب. وفي نفس اللحظة جوه الرئيس الأمريكي بيحتفل مع النخبة ولا كأن في كارثة بتحصل بره. مسؤول أمريكي بيسأل أوريوس عن فيرجيل بقلق، بس أوريوس بيرد ببرود وبيقول له إن فيرجيل بيدور بس على منظمة يوروبروس. وفي مركز الاحتجاز مركبة شياطين بتوصل فاضية تماما، واحد من الضباط بيقرب منها علشان يفتحها وفجأة راسه بتطير في الهواء. المسؤول بيترعب ازاي سلاحهم فشل قدام فيرجيل، لكن أوريوس بيأكد له بثقة ان دانتي لوحده سلاح كفاية قوي. وليدي بتكون بتتدرب بشكل مرعب، بس لما بتعرف ان دانتي هيتحرر الخوف بياكل قلبها من رد فعله ناحيتها. الرئيس بيواجه أوريوس بسبب المظاهرات وبيهدده يفسخ العقد، لكن أوريوس ما بيرمشلوش جفن وبيهدد الرئيس انه يفضح اسراره كلها وانه مسيطر على الاعلام. وهنا بتتدخل واحده شبه البت اللي ضحت بنفسها وبتاخد أوريوس بعيد وبتكشف المستور. في مسؤولين مقتنعين انهم بينفذوا اراده الرب حتى لو الثمن كان التضحيه بالرئيس نفسه. عمليه ايقاظ دانتي من التجمد بدات، ذكريات مقتل عيلته بتهاجمه بقسوه، وفجاه فيرجيل بيظهر له في رؤيه بيفكروا انه وعد امه انه يحميها. دانتي بينهار وبيتاسف له. وفي نفس اللحظه دي بره فيرجيل بيخلص على حراس السجن وبيحرر الشياطين وبيقول لهم على الحرب وبيعلن نيته الواضحه اباده البشريه. دانتي بيفوق وبيدخل جلسه نفسيه بتعصر قلبه عن فقدان امه واخوه وصديقه انزو. لكن الصدمه الحقيقيه لما ليدي بتقول له فيرجيل عايش بس شغال مع موندوس. دانتي بينهار نفسيا، بيكسر كل حاجه حواليه من شده الصدمه. ليدي بتقرب منه بتديله سلسله امه وبتترجاه يثق فيها. فيرجيل بيظهر قريب جدا من محطه تلفزيونيه، وفي نفس الوقت دانتي وليدي بيطلعوا يقابلوا أوريوس، وأوريوس بيرحب بدانتي بابتسامه خبيثه وبيعرض عليه ينضم لمهمه تعقب فيرجيل. دانتي بيشوف تقنيات التدريب المرعبه بتاعت منظمه داركوم وبيسخر من اشاعات أوريوس المجنونه. مساعده أوريوس بتشرح له انهم بيحرروا العالم من القيود، بس ليدي لسه مش مقتنعه بحرف. أوريوس بيعرض صوره ضحايا قتلهم فيرجيل. دانتي بيتاثر بشده لكنه بيبص لهم بصرامه ويأكد الشخص اللي هو شايفه ده مش اخوه الحقيقي، وبيقسم انه هينقذه مهما كان الثمن. ليدي بتوعده انها تدعمه رغم انها عارفه ان الخطه الحقيقيه مختلفه تماما. وبعد كده يروحوا لصانعه الاسلحه بترجع لدانتي سيفه وبتديله مسدسين جداد مع بدايه جديده. دانتي بيجرب السلاحين وبينبهر بقوتهم ودقتهم اللي ملهاش مثيل، لكن اللي حصل بعد كده قلب كل الموازين. برنامج تلفزيوني بيستضيف فيرجيل على الهواء مباشره وبيعترف قدام الملايين ان نصه شيطان ونصه انسان. الصدمه بتشل الكل. نائب الرئيس بيحاول يقطع البث فورا، لكن أوريوس بيرفض بهيمنه وبيقول ان ده بيخدم خطته. فيرجيل بيعلن على الهواء انه بيمثل موندوس وبينفي ان عالم الشياطين جحيم او ان موندوس شيطان زي ما البشر بيروجوا. وهنا فيرجيل بيرمي القنبله، بيعرض تسجيلات من سجون سريه بتكشف تعذيب شياطين مدنيين من غير اي محاكمه. الرئيس بيغلي من الغضب وبيطلب يعرف مين اللي سرب الكوارث دي. ليدي بتكتشف ان السجناء دول كانوا مجرد مدنيين ولاجئين. وعلى الشاشه فيرجيل بيتهم أوريوس انه لف الحرب دي كلها لمصلحته، وبيفضح ان الهجوم اللي ولع الحرب كان مجرد مؤامره من أوريوس بيغضب وبيأمر بقطع البث مباشره. بس خلاص المقابله دي عملت انفجار في الشارع، الجمهور بيبدا يأيد فيرجيل وغضب أوريوس بيوصل لقمته. الرئيس بيحاول يتواصل مع فيرجيل ويتفاوض معاه بشكل مباشر، وفي وسط الهرجله دي ليدي بتنبش في ملفات داركوم السريه وبتكتشف معلومات مرعبه بتفتكر الشياطين الابرياء اللي انقذتهم، والشك بيبدا ياكل في روايه أوريوس. وبتدرك ان فيرجيل يمكن ما يكونش شغال بالكامل لصالح موندوس زي ما كانت فاكره. حاله طوارئ بتعلن في كل مكان مع اقتراب فيرجيل. الدكاتره بياكدوا ان دانتي مش مستعد نفسيا للمواجهه دي، لكن دانتي بيتجاهل الكل وبينطلق زي السهم. العد التنازلي لوصول فيرجيل بيبدا، وأوريوس واقف ملامحه كلها سعاده لان خطته ماشيه بالمسطره. دانتي بيبص لصوره امه وبيقسم انه هيرجع اخوه مهما كان الثمن. بنرجع بالزمن لورا، فلاش باك لطفوله دانتي وفيرجيل. كانوا بيتدربوا سوا دايما، دانتي بيتفوق باستمرار وبيكسب فيرجيل بسهوله في معظم المنافسات. امهم كانت بتشجع دانتي كتير، وده بيزود الاحباط جوه قلب فيرجيل اللي بيحاول يتفوق عليه ومش عارف. الام بتحذر دانتي من اظهار قوته قدام الاخرين، ودانتي بيوافق بس ما بيكونش راضي قوي يعني. حتى مع اللعب مع الاطفال دانتي بيفضل هو الافضل، وفيرجيل بيتعثر ويقع ويتصاب. الام بتعرفه ان الامور صعبه عليه، بس ده بيخلي نجاحه اغلى
وليه قيمة اكبر. لكن اللي حصل بعد كده، دانتي بيسمع الكلام كله وبيمشي وهو حزين في ليلة مريبة. فيرجيل بيصحى فجأة على هجوم شياطين والبيت كله بيولع. بيلمح امه وهي بتهرب بدانتي وهو بيفضل لوحده محاصر وسط النار. لكن الصدمة الحقيقية، فيرجيل بيقرر يتحدى الشياطين ويقاتلهم، بس بيلاقي امه مقتولة قدام عينه وبيتهزم هزيمة ساحقة. الشياطين بتاخده اسير وبتبدأ معاه رحلة عذاب انتقاما من ابو سباردا. كانوا بيحرقوه بالنار مرة ورا مرة وجسمه بيتجدد فيرجعوا يعذبوه تاني لحد ما المكان اتملى بالصراخ. لكن المفاجأة كانت لسه جاية. بعد فترة بيوصل شخص مجهول بيصفي المعذبين دول كلهم وينقذوا. بياخدوا فيرجيل ويوقفوه قدام موندوس، وموندوس هنا بيقول له انا انقذتك وفاء لابوك سباردا، وبيكذب عليه ويقول له ان اتباع يوروبروس هم اللي قتلوا امك وحرقوا بيتك علشان ينتقم من ابوك. بيمد ايده ويديله السيف يموت الخاص بابوه ويطلب منه الانتقام. وهنا كل حاجه اتغيرت. فيرجيل اندفع وبقى يقتل الشياطين بلا رحمه. وهنا موندوس بيعرض عليه قوه دائمه تحرره من ضعفه البشري اللي جواه. فيرجيل بيقبل ويركع قدامه وتبدا الكارثه، عمليه تحول. في الحاضر فيرجيل بينطلق بسرعه خارقه نحو مقر داركوم. الاعلام مقلوب بيحلل كل تحركاته، وفرق القناصه مستعده باسلحه مضاده للشياطين مستنيين اللحظه الحاسمه. ليدي بتشرف على العمليه الجديده بنفسها. واريوس بيأكد ببرود ان الحرب الحقيقيه ملهاش دعوه بالراي العام، الحرب دي هدفها تحقيق النصر وبس. لكن اللي مستنيهم، فيرجيل بيوصل اخيرا ودانتي بيقف قدام اخوه بعد السنين دي كلها. بيتبادلوا الكلام عن الماضي ودانتي بيبدا يعاتبه بشده لانه شغال مع موندوس. فيرجيل بيرد عليه بثقه عمياء، انت مصدق الاكاذيب؟ موندوس هو اللي انقذنا ورباني بعد المذبحه. فيرجيل بيفجر السر ويقول له موندوس قال ان سباردا كان حليفه وسقوط الحاجز كان بارادته هو. دانتي بيحاول يقنعه ان موندوس بيتلاعب بيه وفيرجيل رافض تماما يسمعه. وهنا الانفجار، المعركه اندلعت بين الاخوين، ضربات متبادله عنيفه بتكسر المكان وفيرجيل مسيطر بافضليه طفيفه. دانتي بيحاول يوقف القتال بس فيرجيل بيضغط عليه بكل وحشيه لحد ما سحق دفاعه وهزمه. قوات داركوم بتفتح النار بغزاره على فيرجيل بس هو بيتحرك بسرعه مرعبه ويتفادى الهجمات. دانتي ما بيلاقيش حل تاني، بيتحول لهيئته الشيطانيه وينقض يكمل المعركه معاه جوه المبنى وبيرجع لهيئتهم البشريه. الجدال بيولع تاني على موندوس والقوه وامهم. فيرجيل بيحمل امه الذنب انها خبت حقيقه ان هم شياطين، ودانتي بيندفع وبيدافع عنها بكل غضب. القتال بيرجع يشتغل باقصى عنف. فيرجيل بيطير سلاح دانتي من ايده ويقفوا الاثنين في مواجهه رعب بالمسدسات. القناص فوق مستعد يخلص على فيرجيل بس ليدي بتتدخل في اللحظه الاخيره. القوات بتطلق النار، فيرجيل بيصد رصاصها وبحركات خاطفه بيقتل القناص فورا. دانتي بيتعمى من الغضب وبينقض عليه من جديد. بينجح يسيب فيرجيل ويثبته في الارض بس لو فاكر ان دي النهايه تبقى ما تعرفش حاجه. فيرجيل بكل جنون بينتزع السيف وبيطعن نفسه يمد النصل ويطعن دانتي ويثبته في الحيطه بوحشيه. بيسيبه عايش ويقول له ارجع لما تخف. بيمشي ويسيبه وهو متجه لمخبأ اوريوس. القوات جوه المخبأ بتفتح النار بكل اسلحتهم بس فيرجيل بيصد الهجوم بمنتهى السهوله. الجنود جالهم شلل من الرعب ومعظمهم هربوا وجريوا من الساحه. فيرجيل بيمشي بثبات لحد ما يقف قدام ليدي واوريوس وجها لوجه. لكن الصدمه الحقيقيه، فيرجيل بيكتشف ان رئيس الولايات المتحده وافق يسلموا الارقنه علشان ينهي الحرب. ليدي بترفض الدفاع عنهم وبتروح لدانتي بس فيرجيل بيعلنها انا عايز الارقنه وراس اوريوس مع بعض. فيرجيل بيبص لاوريوس وعينه بتطلع شرار. انا عرفت ان في بشر ساعات قتلت امي علشان يوصلوا لها. اوريوس بينكر مسؤوليته المباشره عن مقتلها بس بيبتسم بخبث ويعترف انه سايبه ويفتكر كده علشان يستدرجه للفخ. فيرجيل بينفجر من الغضب وينقض عليه علشان يمزقه. لكن اللي حصل بعد كده، اوريوس بيوقفه بمنتهى السهوله وبضربه واحده بيطيره بعيد. اوريوس بيكشف وشه الحقيقي ويقول له انه ما كانش حليف لحد غير نفسه وانه ضحك على الكل واتلعب بالجميع. اوريوس بيمد ايده وبيمتص قوه الارقنه بالكامل وبتطلع منه قوه هائله عملت دمار في المكان. بيستدعي سلاح عملاق وينقض على فيرجيل. السلاحين بيخبطوا في بعض وشرارات مرعبه بتعمل زلزال يهد المكان كله. وبنرجع بالزمن لورا. فلاش باك، موندوس بيدرب فيرجيل بقسوه مرعبه، بيزرع في عقله ان العاطفه هي الضعف الحقيقي. فيرجيل بيحاول بكل طاقه بس مش قادر حتى يلمسه وموندوس بيسحقه ويهزمه بسهوله. بيفضل يقنعه ان ضعف امه هو السبب الاساسي في موتها وبكده بيقتل له عاطفته تماما لحد ما يتخلى عن كل مشاعره. وفي الحاضر، اوريوس بعد ما امتص الكأس طاقته بتضعف وبينقض قاتل فيرجيل. اوريوس بيفكر مفاجأة ويأكد ان الشياطين اللي فيرجيل قتلهم كانوا مجرد شهود على الحقيقة اللي موندوس مخبيها. المعركة بتولع اكتر واكتر واوريوس بيكشف السر الخطير انه
جمع الاركانه كلها وبيخطط لاحياء الوحش ارجوساكس. في مكان تاني ليدي بتتدخل وتنقذ دانتي وبتعتذر له عن كل حاجه، تعترف انها هي اللي حولت اوريوس للنسخه المرعبه دي وانها كذبت علشان تبرر غزو ماكاي. لكن اللي حصل بعد كده دانتي بيطلب مساعدتها فورا علشان ينقذ اخوه فيرجيل وهي بتوافق بدون تردد. اوريوس بيملى قارورتين من دمه علشان يستعد للطقوس الملعونه ودانتي بيندفع ويهاجم بكل قوته، بس فيرجيل بيسبقه بضربه خاطفه بيقطع دراع اوريوس. المنشأة بتبدأ تنهار وتتهد فوق دماغهم. اوريوس بيهرب بسرعة من خلال بوابة، فيرجيل بيطير وراه ودانتي وليدي بيلحقوهم فورا. اوريوس بيعالج دراعه اللي اتقطع وبنلمح جزء مظلم من ماضيه، كان طفل عبقري بس بيتعرض للإهانة والضرب المتواصل من ابوه المدمن. ونرجع للحاضر، فيرجيل بيقف قدام دانتي وليدي ويفجر كارثة. اوريوس ناوي يستخدم قطع الاركانة علشان يحيي ارجوساكس خلال كسوف نادر هيحصل بعد 22 ساعة بالظبط. الكسوف ده هيدمر العالمين بالكامل، دي هتكون مذبحة. وليدي بتعترف انها كذبت بخصوص فتح الصدع. الجدال بين فيرجيل ودانتي بيشتعل على ابوهم وامهم وبيتبعوا مسار الاركانة وبيكتشفوا ان الكأس لسه مع اوريوس، لكن القطع الثلاثة الباقية متخزنين جوه القبو لكنهم ما يعرفوش اللي مستنيهم. بيحطوا خطة فورا، لازم يسرقوا قطعة واحدة على الاقل قبل الكسوف ما يبدأ. وبنرجع فلاش باك تاني، ابو اوريوس بيواصل تعذيبه بمنتهى الوحشية وبيفضل يزرع في عقله ان العالم ده كله فاسد وما يستاهلش. وبنرجع للحاضر، اوريوس بيلاحظ اختفاء الاشاره وبيستنتج فورا ان المجموعه قدرت توصل للقبو، لكن المفاجاه كانت لسه جايه. في نفس الوقت سر رئيس الاربنيكي بيتفضح قدام الحرس بتوعه وبيكون اوريوس باعت لويليام بالجنود بتوعه علشان يقبضوا عليه علشان عمل صفقه سريه مع موندوس مقابل ان يديله موقع الاركانه. وهنا كل حاجه اتغيرت، ضرب نار كثيف بيندلع فجاه والرئيس بيتقتل هو والحراس في ثواني والمجموعه بتكمل طريقها وتتقدم نحو القبو. ودانتي بيسال ليه موندوس ما دمرش الاركانه من البدايه وفيرجيل بيرد بحزم تدميرها جوه عالم الماكاي مستحيل. وليدي بتقرب وبتلمس مرايه غريبه وفجاه بتنسحب جوه وهم مرعب بيكشف اسوأ ذكرياتها. بتشوف الارنب الابيض وابوها الشيطان وامها المقتوله قدام عينيها قبل ما المرايه تبلعها بالكامل. دانتي بيندفع وينقذها في اخر لحظه وفيرجيل بيفجر الصدمه وبيقول ان المرايه دي بوابه الكيان، نبوء خطير. وبنرجع فلاش باك، اوريوس ما بيستحملش وبيمسك ازازه مكسوره وبيقتل بيها ابوه وبيبدا يتحول بالتدريج لشيطان. وفي الحاضر الكارثه بتحصل، الاركانه بتكمل، ارجوساكس بيظهر بشحمه ولحمه وبيعلن ان اوريوس هيكون الوعاء بعثه من جديد. دانتي ورفاقه بيوصلوا لمكان الاركانه بس بيلاقوا جيش كامل من قوات اوريوس ووحوش وجنود معدلين بيحاصروهم من كل حته. ليدي بتشتبك فورا وبتواجه المساعده. دانتي وفيرجيل بيتحدوا سوا وينقضوا على الاعداء وبيشقوا طريقهم وسط الدمار والمعارك لحد القطعه. فيرجيل بيفتح بوابتين علشان ينفذوا الخطه بس المساعدات بيتدخلوا ويعطلوا كل حاجه. دانتي وليدي بيتضربوا ويندفعوا لبعيد، لكن الصدمه الحقيقيه بيكتشفوا ان المساعدات دول عباره عن نسخ متطابقه من نفس البنت. الخطر بيوصل لاعلى درجاته، فيرجيل بياخد قرار انتحاري بينقل دانتي وليدي لعالم البشر ويقفل البوابه وراهم فورا. بيفضل هو لوحده في ساحه المعركه علشان يواجه اوريوس وجيشه بالكامل. فيرجيل بيقاتل ويفرم في الجيش لحد ما بيوصل لقمه الانهاك وبينقض على اوريوس بهجمه اخيره، بس اوريوس بيصدها بدراعه الاليه الجديده بمنتهى البرود. وفي عالم البشر دانتي بينقذ ليدي من الموت وبيوقف العربيه بايد واحده. اوريوس بيجمع قطع الاركانه وبيحاول يفعلها علشان يبدا الطقوس، بيستنى القوه تنفجر بس قطع منهم بتفشل. لكن الصدمه الحقيقيه بنكتشف ان دانتي سرق القطعه ديت من بدري وبدلها بعمله ملهاش اي قيمه. اوريوس بينفجر من الغضب وبيفقد اعصابه تماما. دانتي بيبص ليدي بنظره ثقه وبيقول لها انت كنت عايزه تحمي الناس ودلوقتي نقدر نعمل كده سوا. وبنشوف فلاش باك، دانتي وانزو بيوصلوا لبيت لوكان المعزول وسط الغابه. لوكان بيستقبلهم بيعرفهم عن نمر راما وبياخدهم للشحنه. دانتي بيساله عن السحر وهنا لوكان بيكشف سر خطير، السحر مش زي ما البشر فاهمين، ده طاقه مربوطه بعالم الماكاي. الشياطين مش شريره بطبعها، دي بتستمد قوتها من الوجود. لوكان بيبص لدانتي، انت عندك موهبه جباره بس سخريتك ورغبتك في الانتقام حجبوها عنك. بيعرض عليه يرشده لطريق تاني لكن دانتي بيرفض، بياخد فلوسه ويمشي. لوكان بيتمتم عنيد زي ابوه. نرجع للحاضر، دانتي بيقابل ليدي. دانتي عايز يرجع ينقذ فيرجيل بس ليدي بتحذره، الاولويه دلوقتي نبعد الاركانه عن اوريوس وندمرها. دانتي بيستغرب هندمرها ازاي وموندوس نفسه ما قدرش. وهنا دانتي بيفتكر لوكان وبيقرروا يروحوا له. سواق شاحنه بيوصلهم في سكته ومفكرهم حبايب. بيوصلوا لبيت لوكان والنمر راما بيهاجمهم فجاه بس لوكان بيظهر ويرحب بيهم. دانتي بيتفاجئ ازاي لوكان عارف هويته من البدايه
لو كان بابتسامة غامضة. في فرق بين اني اعرفك وبين انك تبقى المقدر ليك انك تكونه. وبيعزيه في موت انزو. دانتي بيسلمه ميدالية الاركانا وبيأكد ان اوريوس معاه باقي القطع. لو كان بيستخدم قدراته ويفعل المستحيل، بيخفي بصمتها الطاقية وينشر نسخ مزيفة في كل المملكة علشان اوريوس ما تتبعهاش. لكن الكارثة لسه ما بدأتش. لو كان بيكتشف الحقيقة، لو اوريوس جمع الاربع قطع قبل كسوف الشمس الهجين، هيرجع ارجوس ساكس. ارجوس ساكس اللي دمر حضارات كاملة، ورجوعه معناه موت ملايين. الحل الوحيد تدمير الميدالية، بس ده محتاج 8 ساعات كاملة. حفيدة لوكان ماتيلدا بتظهر وبتتعرف على دانتي وليدي. لوكان بيبعدها علشان يركز وبيقفل على نفسه علشان يبدأ الشغل. بره الأوضة ليدي بتسأل دانتي بتثق فيه. دانتي بيبرد، على الأقل بيدفع أجره كامل. بيقضوا الوقت مع ماتيلدا لحد ما تنام. وبالليل ليدي بتسأل دانتي ازاي فيرجيل بيشتغل مع موندوس. ليدي بتجاوب نفسها سهل قوي ما تشوفش مين اللي بيتحكم فيك بجد. الكلام بياخدهم للألم. دانتي بيتجاهله علشان يكمل، بس ليدي بتستخدمه كوقود. دانتي بيقرب منها وبيديها واحدة على الطاير، لكن اللي مستنيهم كان كابوس. اوريوس بيكتشف مكان الميدالية وبيبعت قواته تجتاح البيت. دانتي بيصحى على الهجوم بفضل القرد موشي. بيندفع هو وليدي يواجهوا المهاجمين. ماتيلدا بتصحى مرعوبة وكانت هتموت، لكن دانتي بينقذها في اخر لحظة. بيديها قلادتها ويأمرها تستخبى. ليدي بتعمل سلاحها. هنصمد ساعة كمان لحد ما لوكان يخلص. اوريوس بيوصل بنفسه وبيأمر تشي تتدخل. تشي بتفجر الصدمة. هي واخواتها دمج بين خلايا بشرية وشيطانية. يقدروا يعملوا لأولاد سبارتا بيعملوه، بس هما بيتحكموا في قوتهم. بيتحولوا لمخلوقات طايرة وبيهجموا بشراسة. ليدي بترمي قنبلة علشان تكسب ثواني. الوحوش بتقتحم القاعة وبتبدأ معركة طاحنة. دانتي وليدي بيحصدوا الأعداء ضربات متتالية وقفات. رصاص بيخترق الهواء. أريوس بيأكد الميدالية ورا الباب اللي بيحرسوه. وفجأة ليدي ذخيرتها بتخلص. رصاصة بتخترق رجليها وبتتحاصر. مخلوق بيمسكها وسلاحه على رقبتها. دانتي بيشوف المشهد، غضبه بيوصل للذروة. بيتحول لوحش شيطاني بينقض على المخلوقات وبينقذ ليدي وبيبدأ يسحق كل اللي قدامه. أريوس بيأمر تشي اضربي نقطة ضعفه. دانتي لسه بيخلص على المخلوقات وتشي بتخطف ليدي. دانتي بيندفع وينقذها، بس بيتضرب من ظهره ويتكتف. المخلوقات بتنزل طعن في ليدي، طعنة ورا التانية لحد ما بتغرق في دمها. وتشي بترمي جثتها قدامه. أريوس بيضحك بشماتة. فشلت تاني في إنقاذ اللي بتحبهم، ورغم تحذير لوكان إنه ما يخرجش. دانتي بيفقد السيطرة، بيخرج يمزق في كل المخلوقات بجنون وبيواجه تشي اللي بتسخر منه وبتقول له نقطة ضعفك هي عواطفك، وده اللي خلاني اتفوق عليك. دانتي بيبص لتحت والكارثة الحقيقية حصلت. أريوس ماسك ماتيلدا وبيهدد يقتلها لو دانتي ما استسلمش. ودانتي بيرمي سلاحه على الأرض وبيرجع لشكله البشري. أريوس بيوجه كلامه للوكان سلم الميدالية وإلا حفيدتك هتموت. لوكان بيخرج مكسور ويسلمه الميدالية. أريوس بيسيب ماتيلدا وبيسخر من لوكان إنه ما قدرش يتخلى عن اللي بيحبهم. وفي نفس اللحظة تشي بتطعن لوكان من ظهره وتوقعه على الأرض، وماتيلدا بتصرخ صرخة تقطع القلب. أريوس بيستخدم سحر وبيخفي ماتيلدا من مكانها وبيوديها مكان تاني. بيبص لهم ويضحك بوحشية. هي لسه عايشة بس في مكان مش هتنجو فيه كتير. الضحكة بترن في المكان. بيعالجوا ليدي بجهاز من تقنيات أوريوس وجروحها بتلتئم وتخف في ثواني. بنرجع بالزمن 9 سنين لورا لمبنى مهجور ومقفول ومتحوط بعربيات الشرطة. السناتور بيوصل والظابط بيحذروا ان المشتبه بيها مسلحة وخطيرة ومصابة. السناتور بيرد بكل الثقة اللي جوه ده مخلوق اخطر منها بكتير. جوه المبنى افراد الشرطة مرميين وغرقانين في دمهم. ليدي الصغيرة بتجري بسلاحها وفجأة بيظهر قدامها شيطان مرعب. الشيطان بينقض عليها. ليدي بتضرب نار بس الطلقات ما بتأثرش فيه خالص. الشيطان بيسدد لها ضربة قوية في بطنها، بس اللي حصل بعد كده الشيطان بينفجر قدام عينيها حتت. دي الصدمة. السناتور بيدخل ومبهور انها اصطادته لوحدها. بيعرض عليها تنضم ليه، بس لما تكبر بيكشف لها ان الشياطين هما اللي قتلوا اهلها. بيوعدها انه هيحولها لسلاح فتاك ضد الجحيم. وفي الحاضر ليدي بتفوق من الغيبوبة. بيبلغوها ان الكسوف هيبدأ في اقل من ساعة وانهم مجهزين نفسهم في فندق اوروبروس بنيويورك لتفعيل الاركانا وضرب الجحيم. ليدي بتصرخ وتحذرهم اوروس هيقتل ملايين لو استخدمنا اركانا، وويليام بيرفض يصدقها وبيقول ان اللي بيحصل ده جزء من النبوءة الالهية. ليدي بتكشف الحقيقة المرعبة. اوروس مش عايز يقتل الشياطين، ده عايز يحيي ارجوس ساكس الحاكم السابق لماكاي. ويليام بيأمرها تتراجع عن كلامها فورا. وفي نفس الوقت دانتي بيصحى متكتف ومربوط على كرسي بيحاول يفك نفسه بكل طاقته بس بيفشل تماما. اوروس بيدخل عليه بخطوات بطيئة
دانتي بيسأله عن فيرجيل. اوريوس بيرد بابتسامة خبيثة. فيرجيل لسه عايش بس مش في الواقع بتاعنا. بيقول له انه رماه في مكان هيجبره يشوف الحقيقة بعينه. وبنروح لفيرجيل بيصحى في عالم مشوه مليان كائنات سودا واشباح بشرية. بيلمح طفلة صغيرة محاصرة من مجموعة شياطين وعينها مليانة بالرعب. بياخد باله من حاجة خطيرة، الطفلة معاها القلادة بتاعت دانتي. الشياطين بيطالبوا بالقلادة وهنا كل حاجة اتغيرت. فيرجيل بيندفع زي الصاروخ بيسدد لجمة لواحد بيرزعه في الحيطة. شيطان تاني بيسحب سيفه وبيهجم عليه. فيرجيل بيتفادى الضربة بلمح البصر وبيسحقه بضربة بتكسر سنانه. باقي الشياطين بيترعبوا ويهربوا وفيرجيل بينقذ الطفلة من مذبحة محققة. نرجع لدانتي واوريوس. اوريوس بيحاول يغسل دماغ دانتي بأفكاره عن الحرية والفوضى. دانتي بيرفض بقوة ومستحيل يسمح له يحرق العالم ويطعم البشر للشياطين. اوريوس بيحط عصايته على قطعة أركانا ودانتي بيجيله رؤية صادمة من الماضي وبيشوف كسوف شمس مرعب وطقوس ضخمة. أرجوساكس واقف وسط أتباعه والشياطين بتقدم له القرابين بس فجأة حرسه بينقلبوا عليه بيهاجموه بكل وحشية ويقطعوا في جسمه. أرجوساكس بينقض ويقتل عدد منهم بس واحد فيهم بينجح يقطع أطرافه. أرجوساكس بيمزقه لكن المفاجأة كانت لسه جاية. موندوس بيظهر بنفسه وبيعلن قيام نظام جديد وبضربة واحدة بيقتل أرجوساكس وقطع الأركانة بتتوزع وتتشتت في عالم البشر. الرؤية بتكمل وبتعرض حياة أوريوس القديمة. عبقري محبط لأن محدش مقدره لحد ما ورقة بتقع على قطعة أركانة. روح أرجوساكس بتتواصل معاه بتديله الخلود عن طريق التناسخ. بتأمره يجمع القطع الأربعة عبر القرون علشان يرجعوا الحياة. أوريوس بيفجر السر. هو عايش بقاله 672 سنة وفاكر كل حيواته اللي فاتت. نرجع لفيرجيل والطفلة. الطفلة بتقوله ان اوريوس قتل جدها وسرق العملة وفجأة الشياطين بيحاصروا فيرجيل من كل حتة وبيطلبوا سيفه. فيرجيل بيرفض والشياطين بيهجموا عليه. فيرجيل بيهجم وبيدمر الاول بيكسر رقبة التاني وبيرمي التالت على الباقيين وبيضرب الارض بين رجليهم. كلهم بيقعوا مشلولين من الصدمة لكن الكارثة لسه ما بدأتش. الزعيم بيمسك الطفلة وبيحط السيف على رقبتها. الطفلة بتفتكر جدها وبتضرب ايد الزعيم بكل قوتها. السيف بيقع وفيرجيل بينطلق بسرعة البرق بيمسك سيفه وبضربة واحدة بيقطع دراع الزعيم وبينقذ الطفلة. بيحاول يفتح بوابة علشان يخرجوا بس بيفشل. الشياطين بيشرحوا ان الخروج الوحيد من العالم ده عن طريق الكائن اللي صنعه وبيحذروا من الحارس اللي واقف عند المخرج. ليدي بتواجه ويليام بكل غضب بتتهمه انه مجرم وقتل عائلات واطفال بس ويليام بيفجر المفاجأة. ابوكي لسه عايش وكان بيساعدنا ضد موندوس ونال الخلاص. ليدي بتنفجر فيه بتقول له ان ابوها اتحول لوحش واكل امها بارادته. بتشبه ويليام بيه وبترفض الخلاص ده تماما. ويليام بيأمر بحبسها فورا وهي بتصرخ وتطلب منه ان هو يوقف اوريوس. وعند دانتي اوريوس لسه بيحاول يجنده بيقول له انه سباردا خان موندوس وموندوس هو اللي قتل امه. بيعرض عليه الانتقام بس دانتي بيسخر منه من ال 600 سنة اللي كان ماشي فيهم على الخطة واخره دراع آلي وشوية مستنسخات. وهنا كل حاجة اتغيرت. اوريوس بيتعصب وبيكسر الازاز وبيسحبه ويحطم من الارض. دانتي بيسحب سيفه وبينطلق عليه بس اوريوس بيمسك السيف بايده وبيضغط عليه لحد ما يكسره. بيرفعه في الهواء وبيخنقه لحد ما رقبته قربت تنكسر وبيشيلها من مكانها. لكن الصدمة الحقيقية كل ده كان مجرد وهم في عقل دانتي بسبب الجهاز اللي كان عليه. اوريوس بيفصل الجهاز وبيقرر يستخدم دانتي كمصدر طاقة. بيغرز ابر ضخمة في جسمه وبيبدأ يسحب من دمه وقوته. وفي عالم الوهم مادي بتعرف نفسها لفيرجيل بتقول له ان اهلها ماتوا وجدها اتقتل. فيرجيل بيشاركها وجعه ويقول لها ان امه ماتت وهو صغير. مادي بتلوم نفسها على اللي حصل. فيرجيل بيرد بكل حسم القوة ضرورية علشان تحمي اللي بتحبيهم وبتسأله عن اسم ام دانتي اللي في الصورة. فيرجيل بيرد اسمها ايفا. ماتيلدا بتتأثر وبيكملوا طريقهم لنهاية الكهف. بيلمحوا نور من بعيد. فجأة دايرة سحرية عملاقة بتتفعل. ضحكة شيطانية بتهز جدار المكان. نور ابيض ساطع بيبتلعهم. بيظهر قدامهم كائن ضخم برؤوس كتير ملتصقة ببعضها. ودي كانت بداية الكارثة في عالم البشر. الكسوف بيبدأ يظهر. الاغنياء متجمعين في حفلة اوريوس والاركان الاربعة بقوا معاه. نائب الرئيس بيطلب يشغل السلاح بنفسه. اوريوس
اوريوس بيرفض. ويليام بيكتشف اللعبة وبيتهم اوريوس انه هيحيي ارجوساكس. ويليام بيأمر بالقبض عليه، لكن اوريوس بيضحك بهستيريا وبقوته بيرفع الجنود في الهواء. في نفس اللحظة توم بيحرر ليدي وهي بتجري لفوق، واوريوس بيبدأ يسحق الجنود وبيفجرهم واحد ورا التاني. الضيوف بيصرخوا وبيحاولوا يهربوا بس الابواب كلها مقفولة، واوريوس بيقتل ويليام بدم بارد وبيعلن ان وقت النهاية وصل. ليدي بتوصل له بتضرب رصاصة بس مستنسخة بتصدها، بس ما كانوش يعرفوا اللي مستنيهم. دانتي بيتحول لهيئته الشيطانية، بيكسر قيوده ويندفع للامام بسرعة خارقة ويصد ضربة كانت هتنهي حياة ليدي في اخر لحظة. بيرجع لهيئته الطبيعية وبيفقد الوعي. اوريوس بيفعل الاركانة وادرعة سودا طويلة بتخرج منها، بتخترق اجسام الموجودين وتقدمهم كرابين، بتمتص طاقتهم كلهم وتغلف جسم اوريوس بالكامل. جسمه بيبدأ يتحول، المكان كله بيتهز وبيتكسر من قوة الانفجار اللي بيحصل حواليه. وفي اللحظة دي اوريوس بياخد هيئة ملك الشياطين ارجوساكس وبيعلن الهيمنة. نرجع لفيرجيل. فيرجيل بيسحب سيفه وماتيلدا واقفه وراه بترتجف. وحش مرعب بثلاث رؤوس بيكلمه بصوت بيهز المكان. لو انت العراب بجد اكيد عارف انا هنا ليه. الوحش بيكمل كل اللي وقفوا في طريق اتجننوا لانهم ضعفاء. سجنك الحقيقي هو الشك اللي جواك. فيرجيل بيرد بكل غضب، ده غضب مش شك علشان محبوس في البعد السخيف ده. الوحش بيضحك ضحكه شيطانيه وبيساله اوريوس بعتك هنا ليه. فيرجيل بيرد ببرود ايا كان السبب اوريوس مش هياخد غير جثة حيوانه الأليف. الوحش بيصرخ أنا ممكن أكون أسيره بس أنت هتفضل هنا سجيني أنا. الرؤوس الثلاثة بينفصلوا عن بعض، بيحاوطوا فيرجيل ويلفوا عليه بسرعة جنونية وبيعملوا حواليه دوامة ضخمة. ماتيلدا مرعوبة والوحش بيقول له المعركة دي مش بينا، دي بينك وبين الحقيقة. فيرجيل بيلاقي نفسه وسط جيش من الأعداء بيقاتل بشراسة بس بيقع على الأرض ودراعه بيختفي. الشيطان بيظهر ويقول له غضبك من جراح أرجوساكس هو اللي هيولد هيئتك الحقيقية. فيرجيل بينتفض من الأرض. انت بتوريني اللي انا عارفه اصلا. المكان بيتهز بقوه وكل حاجه بترجع لورا. شيطان بلياتشو بيظهر من ورا فيرجيل. المحارب لا يولد بل يصنع. وفجاه فيرجيل بيلاقي نفسه في مكان بيغلب النار، مرميه على الارض وجنبها وحش مخيف. المشهد بيتغير لمكان وشم الشياطين. شيطان بيسال سيده احنا اغضبناك لما قتلنا اولاد سباردا ومراته البشريه زي ما امرت. فيرجيل بيقف مصدوم. سيده ده يطلع مين؟ موندوس يا صديقي. موندوس بيكشف السر. انا وشمتك علشان محدش يعرف اني سيدك. امر الجاي تقبض على اولاد الخاين وتقتل الام. فيرجيل بيجز على اسنانه يعني انت الفاعل يا موندوس. موندوس ببرود دلوقتي عرفت الحقيقه. فيرجيل بيبتسم ابتسامه مرعبه. طول عمري عارف انك مبقى عليها السبب، كان لازم ادرك دهاء خطتك. موندوس بيوعده انه هيدمر عزيمته بس فيرجيل ما بيستناش، بيندفع بسرعه البرق بيخطف ماتيلدا وبيخرج من البوابه وماتيلدا بتكون فرحانه جدا. فيرجيل بيكشف الخطه. اوريوس بعتني علشان اعرف ان موندوس قتل امي واتحد معاه. ماتيلدا بتسال بحزن هتنضم للي قتل جدي؟ فيرجيل بيسحب سيفه بيقول لها حياه جدك لا تقارن بالملايين اللي هيسحقهم ارجوساكس. اوريوس هياخد اللي هو عايزه. هو في مكان تاني متدمر، الناس بتساند بعضها في يأس، بيبصوا للسما. حشره عملاقه باجنحه بتنور زي الشمس بتضرب شعاع ذهبي بيخترق الناس وبتحصد ارواحهم. واحد بيصرخ اهربوا بس الشعاع بيمزقوا والحشرات تنغلق وتتفتح بشكل اضخم. التطور بيولد من رحم الفوضى. وتشي اللي هي طلعت بنت اوريوس بتراقب بفخر. ابوها تحول لشيطان كبير ودانتي بيقوم من وسط الدمار. بينده على ليدي وهي بتنده عليه، بيجروا وبيحضنوا بعض. دانتي بيقول لها افتكرت ان فقدتك مجددا، وليدي ردت عليه صعب اهرب من عواقب انا السبب فيها. وبيشوف اوريوس وهو بيحصد الناس وليدي بيتاكد انهم يقدروا يوقفوه. البروفيسور قال ان ارجوساكس محتاج ارواح كتير علشان يكمل ولسه ما امتصش كفايه، لكنهم ما كانوش مدركين اللي مستنيهم، لازم يوقفوا تشي كمان. اوريوس امرها تفتح صدع ماكاي اول ما يكتمل علشان ينصب نفسه ملك. ده انت مصدوم، مش انت كنت هتموتي عشان تفتحي امبارح؟ ليدي ردت عليه بس المره دي لو اتفتح بسيف ابوك مش هيتقفل ولا هيعبر منه كارثه. ده انت بيحمسها انا هسحقه وانت وقفيها. الوحش بيلمح بشر مستخبيين وبيرفع الصخره اللي حامياهم. ده انت بيندفع بيوجه سلاحه وبيضرب، بيقف كدرع بين الناس والوحش وبيصرخ ويقول لهم اهربوا. ده انت بيسخر من الوحش. فيرجيل قال انك الشيطان الاول، اسمك ابليس ولا لوسيفر. الوحش بيهاجم بسيفه. ده انت بيصد لكن قوه الضربه بتطيره وبتدخله جوه المبنى. وليدي بتواجه تشي سلم السيف بدل ما تقاوميني، وتشي بتتريق عليها وتقول لها انت لسه ما اتعفتيش. لذا قالت لها انا قتلت العشرات من امثالك مفيش غيرك دلوقتي. وفجاه رجاله مسلحين بيحاصروا ليدي وبيأمروها ترمي
بترمي سلاحها، وتشي بتستغل الموقف وتأمرهم يخلصوا عليها وتسيبهم وتمشي. ليدي بتحاول تفهمهم انها مش عدوتهم وان الفندق هيتدمر، بس الحراس مش بيسمعوا. واحد منهم بيوجه السلاح، بس توم بيظهر من العدم وبينقذها. بيجروا مع بعض، توم بيقول لها بكفر عن ذنوبي، وبيدخلوا الفندق. وتشي طالعه على السطح في الاسانسير والرصاص بيتضرب عليهم من كل حته. ليدي بتاخد قنبله ضوئيه وترميها وتعمل حراس، ودانتي بيقاوم الوحش بكل طاقته، والوحش بيسخر من دفاعه على نظام فاسد وحياه ملهاش قيمه. وفجاه فيرجيل بينقض من السما وبينقذ دانتي ويقول للوحش مش هسيبك تقتل اخويا، قتالنا لسه مخلص. وعلى الجانب التاني حارس بيصوب على ليدي وبيقول انا اتشرفت بالعمل معاكي. توم بيرزعه طفايه حريق على دماغه. الوحش بيسال فيرجيل شفت الحقيقه ولا لسه بتحاربني؟ وفيرجيل بيرد عليه بكل غضب فاكرني هستبدل سيد متآمر بواحد تاني؟ موندوس هيدفع الثمن بعدين، بس انت هتدفع حالا. بيفتح بوابه وبيسحب دانتي معاه ويخرجوا، وماتيلدا بتراقب من فوق. ليدي وتوم بيوصلوا للسطح. توم بيرمي قنبله وبيقفل الباب على الحرس وبيقول لليدي اعملي اللي عليك وانا هعطلهم. شي بتستفز ليدي وبتقول لها دانتي هيموت وانت فشلت تنقذي اللي في مقام ابوكي زي ما فشلت تنقذي امك. وليدي بتغضب وبتضرب نار، وتشي بتصدها بالسيف وبتبدا المذبحه. دانتي وفيرجيل على السطح، ودانتي بيقول اوريوس قال انك عايش بس انا كنت شاكك. فيرجيل بيرزعها على الارض وبيغرس سيفه جنب راسه، بيأنبه انه ما هربش بالاركانه واستخبى. دانتي بيقول له انا افتكرت ان هقدر ادمرها، كان معاك حق. فيرجيل بيرجع سيفه بهدوء، انا كمان اخطأت، عدونا واحد. وفيرجيل بيشرح ان ارجو ساكس لسه ما اكتملش ومن السهل يتخلصوا منه لو قتلوا بكل قوتهم. دانتي بيعترف انه مش بيعرف يستخدم الزناد الشيطاني. فيرجيل بيفجر له الحقيقه دي مش هيئته الشيطانيه الكامله، ده حل مؤقت موندوس علمهولي. حواسنا وقدراتنا ما بتصحاش غير بالمعاناه، انت بتكتب المك، اطلق العنان للغضب اللي ورثناه. فيرجيل بيتحول لوحش اضخم. دانتي واقف مبهور، وفيرجيل بينقض على ارجو ساكس. وعلى الجانب الاخر الحراس بيكسروا الباب وبيحاصروا توم. دانتي بيغمض عينه وبيلاقي نفسه في مكان تاني. امه واقفه، بيجري عليها وبيتحول لطفل صغير وبيحضنها. بيعيط وبيقول لها انه غلط وما دورش على فيرجيل وانه بيتألم ومش قادر يخرج غضبه. امه بتمسح دموعه. ألمك بيربطك بالبشر، ده مش وحش بتهرب منه، ده جزء منك، تقبله يا دانتي. دانتي بيصرخ صرخه بتهز السما، بيتحول لوحش جبار وبينزل المعركه. الوحش بيشوفهم وبيقول ولاد سبارتا اخيرا. دانتي بيرد بقوه لا احنا ولاد ايفا، وبينقضوا عليه هما الاتنين وبيكسروا سيفه حتت. في نفس اللحظه ليدي بتسحق تشي وبترميه على وشها وتاخد السيف، وتشي بترجع لحجمها الطبيعي. بس ليدي بتكتشف الكارثه دي مش تشي الحقيقيه، تشي الحقيقيه بتظهر وراها. مفيش نهايات سعيده، كانت هتخلص عليها بس ماتيلدا بتضربها بمسدس وتوقعها وتقول لها ده علشان موت جدي. الوحش بيطلع لفوق وبيحاول يضرب ليدي وماتيلدا بالشعاع الذهبي وبيحرق مساعدته بدم بارد، وليدي وماتيلدا بيستخبى بالعافيه. دانتي وفيرجيل بيهجموا، لكن ارجو ساكس في كامل قوته بيرمي دانتي بعيد. بيمسك فيرجيل وبيمسح من المباني وبيرزعه في الارض. ضربه مدمره بترجعهم لشكلهم البشري. ارجو ساكس بيبدا يستعيد شكله الكامل وقوته بتتضاعف. الخطه بتتغير في ثانيه، لازم يضربوا ارجو ساكس جوه الصاله علشان موندوس يقابله ويقتله. دانتي بيطلب من ليدي تفتح البوابه لحظات بس علشان يزقوه لجوه. توم بيوعد ليدي انه هيحمي ماتيلدا، وهي بتطلب من دانتي يقابلها في مطعمهم القديم لو افترقوا. دانتي بيبص لها وبيقول لها هبقى هناك. بينطلقوا رصاصه بتخترق بطن ارجو ساكس، وليدي بتقاوم ضغط السلاح علشان البوابه ما تقفلش. واريوس والوحش بيحاولوا ما ينفصلوش وبيحاولوا يندمجوا بقوه والبوابه بتسحبهم. فيرجيل بينط وراهم جوه البوابه ودانتي بينط وراه. السلاح بيطير من ايد ليدي، توم بيمسكها قبل ما تتسحب والسلاح بيطير وبيختفى جوه البوابه. من 2000 سنه موندوس بيبقى هو الملك الجديد، بس السيطره ما كانتش سهله، لسه في شياطين بالدين بالولاء للملك القديم. وهنا بيظهر المحارب الاسطوري سباردا، وسباردا بيامن بقضيه موندوس، بيقف في صفه كحارته الشخصي، بيقود جيوشه، بيكتسح اعدائه. وماكاي بتعيش في عصر الازدهار، لكن اللي حصل بعد كده غير كل حاجه. موندوس طمع وعينه راحت على عالم البشر. سباردا بيرفض المذبحه وبينقلب على سيده. المعركه بتبدا، قائد الجيش ضد ملك الشياطين. معركه زلزلت ماكاي بالكامل، القوى متعادله ومفيش حد قادر يحسمها. سباردا بياخد القرار الصعب، بيستخدم سيفه وبيبني حاجز عظيم بيفصل بين العالمين، بيسد الطريق على موندوس للابد. وبنرجع بقى للحاضر، موندوس قاعد على عرشه والمهرج الشيطاني بيحاول يضحكه، لكن فجاه سماء ماكاي بتنشق. ارجو ساكس بينزل منها بقوه مرعبه بعد ضربه دانتي وفيرجيل، ودانتي وفيرجيل بينزلوا وراه. دانتي مش قادر يتنفس، بيختنق في هواء الشياطين. فيرجيل بيأمره ركز طاقتك الشيطانيه، ودانتي بينفذ والانفاس بترجع له. ارجو ساكس
ساكس واقف على رجليه بيسخر منهم. فاكرين هتكسبوني هنا؟ فيرجل بيبص له ببرود. مش احنا اللي هنقتلك يا معلم. ارجو ساكس بيتفاجأ. موندوس نفسه بيستعد للهجوم. الملكين بيشتبكوا. قوة مرعبة بتتصادم وموندوس بيتوعده. المرة دي مش هختمك، المرة دي همحيك من الوجود. في وسط الانفجار ده دانتي بيلمح سيف سباردا نازل من السماء. ماري ثابته. دانتي بيقرر يقفل الحاجز قبل ما المشكلة تكبر، لكن فيرجل بيحذره. لازم نشيل تميمتي وتميمتك من السيف الاول. بينطلقوا للسيف، بس المعركة بين الملكين بتولع. ارجو ساكس بيسقط موندوس. بينقض عليه. بيشحن طاقة نارية كفيلة تمحيه. موندوس بيكتشف السر. قوة ارجو ساكس جاية من وعائه البشري اللي هو اوريوس. الهجوم بيستمر. موندوس بيصد بكل قوته، بس سيفه بيتكسر. انفجار ضخم بيطير دانتي وفيرجل على الارض، لكن موندوس بيختفي. بيظهر ورا ارجو ساكس. بيندفع وبيخترق جسمه بايده. بينتزع اوريوس وبيرميه على الارض، وقوة ارجو ساكس بتنهار وموندوس بيكتسح. كينج والله. ضربة بتوقعه وضربات تانية بتسحقه. ارجو ساكس بيغرق في دمه. موندوس بيمسكه من قرونه وفي لمح البصر بيفصل رقبته عن جسمه. نهاية ارجو ساكس للابد. اوريوس بيطلع في الروح. بيشوف راس سيده المقطوعة وبيموت وهو عارف ان تضحيته ب 28 حياة راحت هدر. لكن الصدمة الحقيقية كانت لسه جاية. دانتي وفيرجل بيتحاصروا بجيش موندوس. فيرجل بيبص لملك الشياطين. انا عرفت الحقيقة، انت قتلت امي، عذبتني عشان تجندني. موندوس بيبتسم ويقول له بالظبط وخليتك اقوى، والدليل انت لسه مسلمني اعظم تهديد ليا ارجو ساكس. ومش بس كده، الحاجز اتكسر واقدر اجتاح الارض. موندوس بيحاول يتلاعب بفيرجل. قتلت امك علشان اخلصك من ضعفك، علشان تبقى حارس زي ابوك ونحكم العالمين. دانتي بيصرخ ما تسمعلوش. موندوس بيفجر الصدمة. ابوك ما دافعش عن البشر حبا فيهم، ده كان مجرد فضول، والدليل انه ساب امكم ورجع عالم المكاي. فيرجل بيسكت بيقتنع، لكن فجأة فيرجل بيصرخ عمري ما هخدمك تاني. بينقض على الشياطين ودانتي معاه. ضربات متتالية، سحق، تمزيق، بيحصدوا الجيش كله. فيرجل بيمسك سيف سباردا. دانتي بيطلب منه يرجعوا الارض ويقفلوا الصدع، ولما يبقوا اقوى يرجعوا ينتقموا. لكن فيرجل بيفاجئه. موندوس عنده حق في كل حاجة قالها. ابونا سابنا علشان نعتمد على نفسنا، لو فضلت هنا هبقى اقوى. دانتي بيستغرب تختار موندوس، لكن فيرجل بيقول له انا بختار وطني، انا هحكم مكاي. دانتي بيغضب، بيقرر يوقف اخوه بالقوة. الاخوان بيشتبكوا، معركة حياة او موت زي ما كانوا بيعملوا هم صغيرين، لكن المرة دي الدم حقيقي. فيرجل بيتفوق، بيخترق بطن دانتي بالسيف، بيمسكه من رقبته وبيفجر طاقة جبارة بتطير دانتي ناحية عالم البشر. فيرجل بينتزع التميمة من السيف وبيقفل الصدع وبيرمي التميمة لاخوه علشان موندوس ما ياخدهاش. موندوس بيطير باقصى سرعة علشان يلحقها، بس دانتي بيمسكها وبيدخل عالم البشر. الحاجز بيتقفل، السيف بيرجع لشكله الطبيعي. دانتي بيقع على الارض مكسور على فراق اخوه، والتميمة اللي في السيف بتتشق نصين دليل على افتراق الاخوين. وفي عالم المكاي موندوس بيسأل فيرجل عملت كده ليه؟ فيرجل بيرد بتحدي بكره البشر وبحب الشياطين، بس عمري ما هسامحك على دم امي، انا اللي هحكم العالم ده. المعركة الاسطورية بتبدأ، حاكم الشياطين ضد ابن سباردا. وفي عالم البشر ليدي بتفتح عينيها، ماتيلدا وتوم جنبها بتبص من السطح واثقة ان دانتي لسه عايش، بس بتقرر ما تدورش عليه وتدور على انتقامها. وبتفتح اللابتوب بتاع ويليام وبتشوف الفيديو اللي بيثبت ان ابوها بيتعاون مع اوريوس. لكن الصدمة الحقيقية بتظهر، ابوها هو نفسه المهرج الشيطان. بتجهز اسلحتها التقيلة وبتركب الموتوسيكل وبتنطلق تصطاد ابوها. المدينة كلها تحت حظر التجوال بعد دمار اوريوس. دانتي بيفتح عينه، الحزن بياكل قلبه على اخوه. ذكريات طفولتهم بتمر قدام عينيه. بيقف على رجليه وبيقسم قسم مفيش رجوع فيه، هيرجع اخوه من عالم الظلام مهما كان الثمن. الستارة بتنزل على اعظم مواجهة في تاريخ الشياطين، بس دي مجرد بداية لكارثة اكبر جاية في الطريق. لو الادرينالين لسه بيغلي في دمك انزل اسحب زرار اللايك واشترك في القناة علشان تلحق الصفوف الاولى في دمار الموسم الثالث. انا كينج الانمي، سلام.